كما جرت العادة جولات تفقدية قبيل شهر رمضان المبارك تجريها غرفة تجارة عمان بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة والتموين للأسواق والمولات ومحال بيع الجملة للإطمئنان على توافر المنتجات والالتزام بالسقوف السعرية من قبل التجار. للأمانة بنقولها بكل صدق، معظم المواد الرمضانية عليها عروض وفي انخفاض إذا ما قورنت بأسعار العام الماضي. بجوز في صنف واحد اللحوم المستوردة في عليها ارتفاعات ما بين 5 إلى 10%، وهذا وضع طبيعي أمانة بسبب ما يحدث في باب المندب ولخصوصية هذه المادة، لأنه تأخير نقل هذه المادة بتحويل من باب المندب إلى رأس الرجاء الصالح هذا زاد بالكلف الشحن عليها وزاد بالتأخير، لأنه هذه المواد إلها فترة صلاحية. الشيء اللي بيطمئن انه في اعداد كبيره من اللحوم، هناك الخروف البلدي والعجل البلدي، هناك الاسترالي، الروماني، الهندي، فعندنا تنوع موجود باللحوم، وخاصه انه مقبلين على شهر رمضان المبارك بيزيد الاقبال على هذه الاصناف. هذا الارتفاع بالنسبه لنا وضع طبيعي بما يحدث في باب المندب. اذا ما قورنا هذا الارتفاع باسعار دول اخرى مماثله للدخل الاردني او اقل او اعلى، نجد أنه إحنا وضعنا الحمد لله جيد وممتاز. شهر الخير على الأبواب، أيام معدودات وسيزيد الطلب على كافة المنتجات من لحوم ودجاج وأرز ومعلبات. الأسعار بحسب ما رصدناه على ما هي عليه، فلا ارتفاع للأسعار بشكل عام. أما اللحوم فتشهد ارتفاع بسيط بسبب ما تمر به المنطقة من حروب ومشاكل في الاستيراد. يعني كل عام نقوم بهذه الجولة مع معالي وزير الصناعة والتجارة للاطلاع على استعداد الأسواق، سواء كان محلات الجملة والمستوردين أو التجزئة. والحمد لله زي ما شفتوا اليوم بشهادات المواطنين وزملائنا التجار أنه الأسعار إذا ما قرناها برمضان الماضي إما ثبات أو أقل من العام الماضي. الأسباب أنه الركود حتى في العالم لم نشهد ارتفاعات كبيرة. اللي استجد هذا العام هو ما حصل في مضيق باب المندب وارتفاع رسوم الشحن والتأمين البحري ورسوم الحرب اللي فرضوها بعض خطوط الملاحة. زائد عندنا مشكلة وحيدة كانت بموضوع اللحوم المبردة، بعض أنواع اللحوم بردة، لكن بشكل عام المواد الأساسية الحمد لله متوفرة، في بدائل كثيرة من المواد وأيضا استقرار بالأسعار. فالحمد لله اليوم احنا مطمئنين، وإن شاء الله أنه اليوم الأسواق جاهزة كما شاهدتوا. المواد الرمضانية موجودة على الأسواق، تجزئة المواد الغذائية الأساسية. الجولة التفقدية كانت ل3 مواقع مختلفة رصدت كاميرتنا من خلالهن توافر كافة المنتجات وتعدد البدائل. أما المواطنون فلهم آراء بهذا الخصوص، وهذا ما قالوه حول توافر المنتجات وارتفاع الأسعار. والله تقريبا طبيعية، الأسعار كويسة في متناول الجميع، يعني عادي. بالنسبة لأسعار اللحوم والدجاج، هل شاهدت أنه هي مرتفعة أو بالوضع الطبيعي لأسعارها؟ يعني اللحوم ممكن شوي، أما الدجاج مقبول يعني. الزيت والسكر برضه مقبول كويس، يعني في نزول في الزيوت والأشياء هاي. يعني الأسعار في شهر رمضان المبارك يعني بعضها مرتفع، مثل أسعار اللحوم، بعض الأشياء الرئيسية مثل أصناف من الأرز وغيرها، فيا ريت يكون في تخفيف على الناس تعدد السلعة أو أنواع السلعة بكون أفضل. إيش السلع اللي شاهدتي عليها ارتفاع؟ والله في شغلات كتير، بس أنا يعني بتعرفي اللحمة كمان شوي مرتفعة، أغراض على الخفيف مش كثير. اليوم التاج كانت في جولة تفقدية وزارية إعلامية مع وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي للتفقد والاطمئنان أن جميع المواد الغذائية متواجدة قبيل شهر رمضان المبارك. كانت الجولة في المولات والمحال التجارية ومحلات بيع الجملة. شاهد حمدان، التاج الإخباري، عمان.